شكرا لكم يا جماعة على دعمكم للفيديوهات السابقة. والنهاردة نعرف الأسعار الجديدة للطماطم وللبصل وللبطاطس ولجميع الخضار يا جماعة. طبعا انخفاض يا جماعة، وبالذات الطماطم. عديت الطماطم النهاردة يا جماعة في سوق العبور الجملة. عديت الطماطم الصغيرة ب300 و400 جنيه، ب300 جنيه و400 جنيه. انما عديت الطماطم اللي هي الكبيرة ب600 جنيه يا جماعة. النهاردة في سوق العبور عديت الطماطم ب600 جنيه. يعني بص يا جماعة، في فرق يوم ما كملش حتى يوم. بص السعر نزل قد ايه في عديت الطماطم، فرق 200 جنيه يا جماعة في يوم واحد لعديت الطماطم. طيب يا جماعة، زي ما احنا قلنا، طول ما هو في ضغط، زي ما قلنا يا جماعة قبل كده ان هو عرض وطلب. كل ما يبقى فيه عرض كل ما السعر يقل، وكل ما فيش عرض كل ما السعر يزيد. طبعا يا جماعة بنفيدك انت كمزارع بانك تعرف اسعار اليوم ماشية كام. اسعار سوق العبور النهاردة الجملة. طبعا تابع الفيديو للاخر عشان نعرف اسعار الكوسة. طبعا احد المتابعين بيسألني ويقول لي الكوسة ماشية كام. طبعا يا جماعة الكوسة النهاردة النظيفة ماشية في سوق العبور من 8 جنيه لحد 12 جنيه. وطبعا يا جماعة على حسب جودة الزرع بتاعك عامل ازاي. وهنعرف دلوقتي اسعار البصل. بالنسبة يا جماعة لأسعار البصل النهاردة، البصل يا جماعة الأحمر ما بيبدأ من لحد 8 جنيه. البصل الأبيض طبعا يا جماعة زي ما انتوا عارفين إن البصل أنواع، وكل بصلاية وليها سعر. طبعا زي ما قلت لكم إن البصل الأبيض بيبدأ لحد 6 جنيه. البصل الأبيض غير الأحمر. تابع معايا الفيديو. طبعا يا جماعة أسعار البطاطس التايسون بيبدأ من 8 جنيه لحد 12 جنيه البطاطس، وده برضه على حسب الجودة. طبعا يا جماعة زي ما قلنا البطاطس أنواع، اللي هي البطاطس الحمراء والبطاطس البيضة اللي هي بتاعة التحمير. كده عرفنا البطاطس يا جماعة، وهنبدأ. بالنسبة لأسعار الثوم الأحمر، طبعا الأحمر بيفرق عن الثوم الأبيض كتير يا جماعة. بالنسبة للثوم الأحمر يبدأ من 9 جنيه لحد 13 جنيه. لكن بالنسبة للثوم الأبيض بيبدأ من 7 جنيه لحد 9 جنيه. ده بالنسبة للثوم الأبيض. طالما وصلت لحد هنا منساش تشترك في القناة وتعمل لايك للفيديو عشان يوصلك أسعار الخضار الجديدة كل يوم إن شاء الله. لينا أسعار جديدة معكم، والسلام عليكم.